السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. اتفضلوا حاجة بسيطة من ايدينا يا رب تعجبكم. الحلو ما يكملش غير بوجودكم. جربوا الحلو ده وهتدعوا لي. اصابع الجلاش اشكال والوان، من حلاوته هتاكلوا صوابعكم وراه. بصوا عاملين اشكال جلاش يا بنات ما شاء الله، اللهم بارك. لا حد يقول لي العبد ولا جاتوه ولا اي محلات تانية. ما شاء الله السكر مظبوط، الطعم جميل تحفة ما شاء الله. اشكال جميله جدا جدا جدا. جربي وخدي منها فكره، خدي الشكل اللي يعجبك واعمليه. ما شاء الله فتحنا كده محل حلويات كده في مطبخ ام محمد. يا رب كده الفيديو ده يعجبكم. يلا كده نبدا بسم الله وصلى على الرسول. شجعيني كده بلايك واعملي لي متابعه عشان كل ما ينزل فيديو يوصل لك ان شاء الله. معايا كده كنافه يا بنات متحمره، معايا القشطه اللي هي الكدابه او مهلبيه، ومعايا زبيب جوز الهند وزداني. كده معايا 3 حاجات اشكل بيهم زي ما انتوا عاوزين، والطعم اللي يعجبكم اعملوه. معايا الصاج كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهوت، ومعايا لفه الجلاش بتاعتي. تعالوا شوفوا كده معايا. اول حاجه كده انا هعمل ايه؟ اول شكل معايا كده اهو، انا هفرد كده الجلاش بتاعي. بصوا زي ما انتم شايفين، واحط كده كنافه وهلفها اللفه العاديه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. ده لفه، ده صابع تاني كده هنعمل بردك بيه شكل تاني، بس انا هلفه كده وهوريكم الاشكال دي هتعمل ازاي. الشكلين دول في الاخر هيتعملوا ازاي. معايا الشكل التالت بتاعي انا هقطعه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بص انا اعتبر كده ما خدتش نصها، انا خدت الورقه دي كده هتقسم على 3. بصوا بقى انا خدت منها اهوت، واقسم بقى كده زي ما انتم شايفين مثلث اهوت، وابدا بقى كده اساوي واحطها في قلب الصاج زي ما انتم شايفين. اعمليها كده اهوت. بصوا زي هيئه مثلث، وحطوها كده بطريقه جميله وبشكل جميل. ده كده الشكل التالت. تعالوا شوفوا الشكل اللي معانا الرابع. الاولانيين دول يا بنات انا هقول لكم هيعمل فيهم ايه في الاخر. بصوا الشكل ده خفيف جدا جدا جدا. ابدا كده جبت ورقه وارمي فيها حبه مكسرات بساط جدا، وابدا الفها كده اهوت، واسيب لها حته صغيره كده والفها عشان اقدر احط فيها الحشوه بتاعتي. واحده تاني اهوت يا رب تكون باينه. الورقه بكشكشها زي ما انتم شايفين، واسيب حته كده من الاخر واروح لفاها كده عشان اقدر احط فيها الحشوه اللي انا هحطها. تعالوا شوفوا كده. ادي شكل تاني، بكشكش اكشكش اكشكش لحد اخر ورقه واطبقها يمين وشمال كده بيديني شكل بصوا جميل جدا يا بنات. شفتوا بقى الشكل ده الرابع الخامس ده هوت. ده شكل كده ودن القطه، حاجه بسيطه اهي صغننه بس ما شاء الله جميله. بحط كده المكسرات واضغط من النص هتروح مديك الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده هوت. معايا شكل تاني برضك كده زي ما انتوا شايفين. ده بصوا للاخر خالص اهوت، وكشكش كده وخلاص على كده. ده انا مش حاطه له حشو ولا اي حاجه. بصوا الصابع المكشكش ده جميل وتحفه وهيعجبكم جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا شوفوا بقى هنعمل القرطاس دوت ازاي. عملت سمبوسه زي ما انتم شايفين كده، ورحت قطعاه من على الحرف بتاعه وافتحه زي هيئه قرطاس كده زي ما انتم شايفين. احط في قلبيه ايه؟ احط فيه كده ورق زبده زي ما انتم شايفين كده، وتقطعه واروح حاطاه في قلبيه عشان لما يخش الفرن ما يهبطش معايا. انا عايزاه مفتوح زي ما هو كده. بصوا ده شكل تاني اهوت. ما شاء الله اشكال يا بنات اللهم بارك. بصوا الجمال. تعالوا نشوف بقى شكل تاني اهو. نعمل قرطاس بردك تاني. بصوا انا بلفه ازاي اهو، اهو اقفله كده واخده زي ما انتم شايفين، وابدا اقص على الحرف كده يبقى معايا قرطاس اهو. افتحه كده واحط فيه ورق زبده من جوه يا بنات اهو، عشان لما احطه في الفرن ما يهبطش مني اهو. بصوا ما شاء الله. ده بقى احشيه زي ما انت عايزه، عايزه نوتيلا، عايزه مهلبيه، عايزه مانجا، اللي انت عايزه تحشيه بيه احشيه، او مثلا مكسرات او مثلا كنافه اللي انت عاوزاه. بصوا نوع تاني اهو مكشكش اهو، مكشكش خالص زي ما انتم شايفين اهو. واروح اسميه نصين كده زي المروحه بتاعت زمان يا بنات، واحطه كده واثبته كده بخله. بصوا الشكل شكله عامل ازاي ما شاء الله تحفه يا بنات. اشكال جميله جميله جميله، ابهريهم في قلب البيت من الجمال والحلويات اللي انت تعمليها. ادي ورقه تاني اقسمها اهوت وادهنها سمنه زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، وابدا كده اهوت اكشكش اهو. بصوا ده شكل تاني اهوت. اقطع الورقه كده على 3 كده متساويين. دي ورقه واحده حبايب قلبي. ما شاء الله اللفه يا بنات عملت معايا كميه حلوه قوي 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 فوق ما تتخيلوا. اخد كده ورقه من اللي انا كده قصيتهم معاكم اهو يا بنات، وابدا بصوا الفها لفه بسيطه خالص.
بصي لفي بسيط خالص 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 ازاي اهو كده مظبوط. تعالي من الاول بقى كده ولفيها لفه عاديه خالص جدا كده على صباعك اهو. بصي ابرمي 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 كده اهو. بصوا يا رب تكون كده باينه. وتعالي من النص كده حطي صباعك كده اهو عشان تتحشي. بصوا وادي واحده تانية اهوت. بصوا ما شاء الله ورقه او ورقتين تقدري تشكلي وتعملي الاشكال اللي انت عاوزاها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وابدا الف برضك تاني اهو. سهله وبسيطه وكل الاشكال بسيطه ما شاء الله عليها وجميله ما شاء الله. بصوا اهو ورقه تانية اهيت كبيره. وتعالوا شوفوا الشكل اللي هعمله دوت معاكم. ده كده السمبوسه اهو. سمبوسة عادية جدا ورقة واحدة ولفتها لفة حلوة مظبوطة جدا. وهحشيها كده يا بنات زبيب وجوز الهند وزداني والحشو طبعا اللي انت عاوزاه. سمبوسة عادية جدا. بصوا محشية عاملة ازاي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده. ما شاء الله اشكال حلوة جدا يا بنات. بس طبعا لما تاخدي ورقة جلاش كلفيتي الورقة على جنب عشان ما تنشفش معاكي. واحدة تانية اهي برضك سمبوسة اهيت. بصوا الاشكال اللي احنا عاملينها جميله يا بنات اللهم بارك. حاجه كده عسل. ليه انا اروح اجيب بقى من بره حاجه كده معلش السكريات بتاعتها مش حلوه ومش مظبوطه. لا بص هعمل حاجه في البيت بنظافه وبجمال. وكنا عاملين معاكم الشربات في البيت ما شاء الله مظبوط تمام جدا جدا مطلع الحاجه اللهم بارك عسل. بصوا الصاج يا بنات ما شاء الله شكله عامل ازاي. بصوا بقى التقطيعه بتاعت الصباع الاولاني مربعات عاديه جدا خالص. ودوت بقى كده ادي الصباع التاني يا بنات. دي اول حاجه كنت عاملاها معاكم سبعات وتمانيات صغننه كده. بصوا بقى انا طلعت كام شكل من لفه جلاش. ما شاء الله اشكال جميله 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 وتحفه. وطعمها يا بنات خطير. ما شاء الله كفايه كده بس انك انت تقدميها بالشكل الجميل ده. ايه رايكم في الجمال ده. حط على مسخنه الفرن بتاعي على درجه 180 طبعا اللف الاوسط واحط فيها الصاج بتاعي. طبعا انا خلصت الكميه بتاعتي وزي ما انتم شايفين انا عملت برضك صينيه تاني صغيره. وابدا بقى كده يا بنات ادهنهم كده بالسمنه اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهدخلها الفرن يا بنات تاخد الوش من تحت. واول ما تحمر معايا اشغل الشوايه من فوق عشان ما تنحرقش مني. ما شاء الله شويه جلاش يا بنات اللهم بارك. حاجه كده عسل. صليتوا بقى على النبي ولا لسه. صلوا على النبي كده يا حبايبي واذكروا الله وحطوا لي لايكات حلوه كتير من ايديكم. وقولي كل سنه وانتم طيبه ومحمد ودي الصاج التاني يا بنات زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا طلع من الفرن بقى. تعالوا بصوا بقى نقدم بقى فعلا حقيقي الحلويات بتاعتنا. بصوا يا بنات القراطيس ما شاء الله اللهم بارك. ولا هبطت معايا ولا اي حاجه. اشيل بقى الورق منها اهوت زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ما شاء الله ايه رايكم في الجمال ده. وبصوا التسويه يا بنات اللون الذهبي الجميل ده من تحت ومن فوق. بصوا شكلهم ما شاء الله مش محروقين ولا اي حاجه. انزل بالشربات بتاعي بسيط يا بنات. وادي شكل تاني اهوت بقى. يلا بقى بصوا المروحه يا بنات. دي جوزة الهند يا بنات اهو. بصوا ايه رايكم في الجمال. بصوا بقى التقديمه وبصوا الشكل. بصوا المروحه انا عامله من كل شكل كده كذا واحده كده اهوت ما شاء الله كده بجوزة الهند. والبص التانيين يا بنات ده فستق كداب. انا عاملاه في البيت وهنزل لكم الفيديو بتاعه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. جميل جدا جدا. نروح نجيب كيلو فستق ب 400 جنيه. ما المحلات بره مش بتعمل لك بفستق ده كله بستاني وفستق كداب. بصوا يا بنات التقديمه. بصوا الاشكال اللهم بارك. حاجه كده عسل ما شاء الله. ايه رايكم وات السمبوسه اهيت معايا. بصوا يا بنات والمثلثات. بصي الحشوه تحفه يا بنات جميله اللهم بارك. حاجه كده عسل. وادي كمان بصوا بالفستق اهو. بصوا انا مشكله كده بين جوزة الهند وبين الفستق. بصوا المدوره يا بنات عامله ازاي اهي. بص المدوره ديت بقى حطي فيها بقى نوتيلا حطي فيها كريم شانتيه حطي فيها مهلبيه اللي انت عاوزاه. حطي الحشوه اللي انت عايزاها. بص انا حطيت فيها مكسرات اهوت. بصوا وات الصغننه اللي كنت لفاها معاكم. بصوا يا بنات الاشكال ما شاء الله يا بنات. حاجه كده يا بنات عسل اللهم بارك. تحفه تحفه تحفه. ربنا يا رب كده يحسن بين ايدينا. جربوه والله يا بنات طعمه جميل جدا. وادي الصوابع بصوا الاشكال عامله ازاي. من لفه جلاش يا بنات قدرت اعمل كل الحلويات اللي انتوا شايفيها. اروح اجيب الطبق بالشكل ده يكلفني بره قد ايه. بصوا ما شاء الله ايه رايكم. وادي بقى كريمه اهيت وادي القراطيس بتاعتي. وابدا احشيها زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا احشيها بقى نوتيلا احشيها مهلبيه احشيها كريم شانتيه احشيها مكسرات اللي انت عاوزه. اللي انت موجود عندك المتاح عندك اعمليه اللي بتحبيه اعمليه. بصوا ما شاء الله قرطاس عادي جدا يا بنات اهوت من بتوع السبوع مش حاجه يعني غاليه قوي.
وادي القراطيس بعد ما حطيت لها كده الكريم شانتيه بتاعتها او المهلبيه بتاعتها، احط كده في قلب الفستق الجداب يديني شكل جميل. ايه رايكم؟ شفتوا الجمال؟ من اقل حاجه قدرت اعمل تشكيله حلويات في قلب البيت، حاجه كده عسل. اللهم بارك. بصوا يا جماعة الجمال، ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده بصوا لوز. بص التقديم هنا بقى كده، كنت حاطين برضك كريم شانتيه ونزلت عليهم برضك بالفستق الجداب. بصوا الجمال ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ عايزة لايك وشير كتير عشان اوصل لك كل جديد من فيديوهاتي. بصوا يا بنات اللي انا مقطعاه سمبوكسة، بص اللي هو سبعات وتمانيات، بصوا عامل ازاي صغنن وعامل ازاي. قولوا بقى بقلاوة، قولوا يعني، بصوا قولوا اللي تقولوا، بس بجد حقيقي جربوه هيعجبكم جدا. بصوا ما شاء الله صغنن وعامل ازاي. بص الصبع الكبير اللي كنت عاملاه الاول، واللولي الاولاني، بص انا كنت عامله فيه ايه، مقطعاه صغير ازاي. ايه رايكم بقى؟ مستنيه ايه؟ ما تفتحش نفسك تقوم بقى تعملي حاجه حلوه في قلب البيت كده. ايه رايكم؟ عايزه لايك وشير كتير عشان اوصل لك كل جديد. كده خلاص خلصت الفيديو بتاعنا النهارده. انتظروني في فيديوهات جديده. اسيبكم في حفظ الرحمن. حبايب قلبي، سلام.